السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. الفيديو تاع نهار اليوم ماشي وصفه، الفيديو تاع نهار اليوم تلبيه لطلباتكم. درت لكم جوله في مطبخي. هاد الطلب كنتو طلبتوه مني بزاف وعده مرات في قنواتي، كنت متردده نديره وقلت علاش لا، معليش نشارك معكم ونعطيكم افكار. بما انه المحتوى تاعي طبخ نقعدوا غير في المطبخ ونعطيكم الافكار تاعي. شوفوا البنات، هذا الدار اديال كما نعرفوا، اديال ديما خدمتهم شويه ناقصه، يمدوهم ناقصين، يعني تعاودي فيهم. انا الكوزينه عاودتها من زيرو، يعني شتو راه الفريجيدير من هي في القنت، هذاك بالكون. انا هدمت كاع الحيط تاع البالكون وزدت دخلت البالكون في الكوزينه باش جاتني الكوزينه واسعه ما شاء الله. والمشتركات الوفيه تاعي اللي يتبعوني من زمان راهم عارفين بلي كنت نطيب لهم في الكويزينير. في داري الاولى كنت بالكويزينير، مالا هذيك الكويزينير بدلتها ودرت كيما راكم تشوفوا لا بلاك وتحتها هذا الفرن. شوفوا البنات، هاد العفسه اللي خلاها فوق الفور خلا واحد المسافه هكا صغيره بزاف ما تبانش بزاف. المهم هذيك للتهويه. معظم اللي عندهم هاد الفور دائما عندهم مشاكل، يا يطفالهم يا تشعل لهم النار في اللوح. بزاف شفناهم شعلت لهم النار في اللوح، علاش يديروا حطبه تحتها ديريكت، يعني ما كاش تهويه وما يخلوش شويه. وكاين اللي حتى لهبت الكوزينه، وكاين اللي غير كي بدات تشعل يعني فقلها. ربي يسترنا ويستركم كاع. بصح لازم هاد الصوالح كي تجوا تركبوهم تجيبوا واحد مختص اللي يفهم شحال يخلي المسافه، يفهم شحال يخلي التهويه، ماشي غير هكاك ويركبوهم. وشفنا عده فيديوهات في اليوتيوب صراو لهم مشاكل كيما هكا. وشكون كيفي البنات تخبي كيما هكا الكاطو تاع القهوه في الكوشه. دروك كي راني نصور، كي راني نمونطي، عفوا كي راني نمونطي عاد راني نشوف فيه، كي كنت نصور ما نتباتش، كي راني نمونطي راه يبان لي. وهنا فوق البوطاجي كما راكم تشوفوا خليت ديكور خفيف. هادو صوالح الزيت وين نطيب صوالح اللي نسحقهم قدامي مع ديكور خفيف. الكوان دائما دايره فيه ركن القهوه كما راكم تشوفوا، رفدت القهوه والسكر كنت حاطه هكا صوالح. قلت لا ما نكثرش على روحي باش ما نحصلش في مسيح الغبره. والحاجه كي ما تكون شارجي بزاف تجي شابه خير. هذا راهي يقولوا لي رايكم. المهم رفدت هذيك القهوه هذاك السكر، كي نجي نطيب فيها نعاود نجبدهم وصاي. انايا درت كيما قلت لكم هاد الديكور الخفيف، خليت فوق البوطاجي غير هذا الروبو غير واحد، هذا اللي نسحقه دائما نطحنوا فيه العصائر تشين بنان. المهم نخدم به تقريبا يوميا. اللي خليته بصح عندي زوج واحد اخرين كبار عليه، هذوك رفدتهم. وشوفوا البنات، انا الكوزينه تاعي البوطاجي جايين زوج، جاي واحد بالطول فيه 3 متر وشويه، جاي طويل راه مقابل. وهاد الجهه درتها غير الطياب هكا جايه على شكل ال كما راكم تشوفوا، لا اوت ولا بلاك وكاع هاد الجهه راها باينه. وانتم قادرين اللي عندكم بوطاجي كيما هذا ال لي زيليمون الفوق ديروهم ثاني على شكل ال، يعني يكونوا حتى الطرف وهذيك لا اوت تقعد في الوسط. بصح انا ما بغيتش، بغيت هكا شويه من الفايونس يبان باش ما تجيش هذيك الكوزينه كشغل مغمومه ومعمره غير باللوح. بغيتها هكا يعني الفايونس يبان ما يجيش كلشي ما مدرك. وجهه الاخرى اللي اون فاس ليها البوطاجي كيما قلت لكم فيه 3 متر وشويه، ما عقلتش لا 3 متر ونص ولا ما عقلتش، المهم فايت 3 متر بشويه. ليفيا راه في الوسط وين نغسل، ومن هاد الجهه درت لافيسير ومن الجهه الاخرى ماشينا لافي، يعني كما قلنا الجهه تاع الماء جات وحدها هكا. حتى البلومبي كي جاي يخدم صوالح الماء والتيوير جات الخدمه سهله ما يقعدش يدور. يعني هاد الجهه الاخرى البوطاجي الاخر جاي ال وحده، وهذا مقابله ديريكت مسرح. وقولوا لي رايكم في هذه الفكره. انا صراحه عجبتني واقتنعت بها. كانت هذه الفكره تاع الماسو هو اللي قال له ديروا جهه هكا على شكل ال وجهه مسرحه كشغل ما يجوش مع بعض. وهنايا كما قلت لكم وراه الفريجيدير وراه الكوشه هذه تاع تلمسان. هذا كان بالكون. هنا وين يكمل البوطاجي كان حيط، هذاك الحيط هدمه الماسو كما قلنا، زاد البالكون في الكوزينه بصح ما خربناش في البيليات. الحمد لله في الوسط ما كاش كاين بيلي، يعني هدم غير الحيط. وهنا مام الكوشه تاع تلمسان كنت بدلتها، جبت صغيره فيهم كاع الكوشه تاع السعاده طيب الخبز ما شاء الله، حتى منا لا بوبيل اكرمكم الله. وهنايا هاد البالكون انا ما بنيتهاش، كاين اللي بناوه وزادوا منا من الفوق زادوا طاقه. انا كشغل الطاقه درتها من الفوق حتى لتحت على شكل باب هكا باش تقعد لي الاناره بزاف في الكوزينه. انا نسحق الاناره كما تعرفوا التصوير وكاع، والاناره تاع النهار تجي خير من تاع الليل. دي فوا نصور لكم في الليل ما يقدنيش الوقت في النهار، بصح الكاليتي تتبدل، يعني الاناره الطبيعيه تاع النهار افضل من تاع الليل. مع انه الكوزينه عندي فيها اناره بزاف، يعني اصطناعيه، اناره عندي في لي سبوت بزاف في السقف، بصح هكاك الاناره الطبيعيه افضل. هنايا كنت في البدايه يعني تاع الفيديو، هاد الكربه شريتها غير جديده، دوك نوريكم السعر تاعها. شريتها اينوكس، كانوا عندي بصح كي الكوزينه جديده وكاع بغيت لها حاجه شابه، حاجه غاليه وشابه. السعر تاعها 570. قالوا لي ما تصديش، الله اعلم. انا مادابيا ما تصديش، دوك نستعملها ونرد عليكم الاخوات لا صدات ولا ما صداتش.
وهاد العفسه اللي دايرينها لها لتحت عجبتني بزاف، اللي قطر فيها الماء شغل تحليها وترجعيها كي القجر بلا ما تضلي ترفدي الكربه. شو اللي كانت عندي في الاول تاع بلاستيك حتى نضل نرفد الكربه ونقلع هذيك تحتها نخوي الماء، هذه لا تجبدي غير القجر هكا. وان شاء الله يكون عجبكم الكون تاعي واللون اللي خيرته وميم اللوح. انا خدمت دوك نقول لكم الاسعار على بالي تبغوا تسقسوا على الاسعار. انا خدمت بالبوا اتخ يعني من اجود انواع الخشب. خدم لي كاع هاد البلاكارات الفوقه والتحت هادو اللي شفتوهم خدمهم لي ب20 مليون. هاد الديكور البنات عزيز عليا، عنده مده شريته، نعقل شريته عام الباك نتاعي، شريته ودسيته وكنت نبغي لماعين ملي كنت صغيره نشريه ونحط. كي تزوجت ماما الصوالح كاع اللي كنت نشريهم ماما عطاتهم لي جبتهم معايا. المقلاة الهوائيه درتها فوق الميكرووند يعني باش هكا ما تديليش البلاص بزاف وباش يجي البوطاجي خاوي. نبغي هكا نشوف الحاله خاويه وواسعه، تعجبني خير ملي يكون بزاف الصوالح وبزاف الديكور وتحصلي فيه. انا هاد الديكور اللي راني حاطته راني حاسه روحي بلي راني مكثره، بصح راني حاطه غير الاساسيات زعما غير اللي نسحقهم راني حاطتهم. لا فيسا اللي تقدروا تقولوا اليوم ولات حاجه اساسيه يعني شابه بزاف وتعاون. كاش نهار ندير لكم فيديو كنت درت لكم فيديو عليها مسبقا وراح يعني هذيك القناه راح معها الفيديو كاع. ان شاء الله ندير لكم فيديو عليها. وكاش تساؤل كاش حاجه راكم باغيين تعرفوها كتبوا لي في التعليقات باش نعرف الفيديو الجاي واش نصور لكم وعلاش نهضر لكم. وصراحه البنات كاين كوزينات شابين على نتاعي ما شاء الله وكاع، بصح انا الكون تاعي هذا هو نبغي كوزينه هكا بالخشب، ما نبغيش هذاك الهاي جلوز وكاع. على بالي بلي هذاك اللي راه طوندونس وكاع، بصح انا نتبع واش عجبني انا ماشي واش عجب الناس. وما نبغي البوطاجي مبني يعني حاجه صوليد ماشي غير مشريه ومحطوطه حاجه كما تعرفوا احنا عرب نطيبوا بزاف. هذاك القاوري لا دار كوزينه هكا ايكيبي كوزينه واجده راكو عارفين يديروا فيها فنجان قهوه ولا يقليوا فريت ولا بصحنا تاع الملمات والعرضات والضياف والماكله في رمضان والطياب، تسمى يليق لنا كوزينه سوليد. ودي يا غالياتي ان شاء الله نكون عطيتكم افكار. صحاب اديال اللي ديتو اديال نقول لكم بالبركه عليكم، ان شاء الله تكونوا ديتو افكار من عندي واللي راها تبني ولا هكا تدخلوا تدوا افكار. لا عجبتكم فكرتي ديروا كيفي، ما عجبتكمش نتمنى لكم ما خير مني ان شاء الله. خلوا لي رايكم في التعليقات، نفرح هكا كي نقرا تعليقاتكم. كي يكون عندي الوقت يا البنات نرد عليكم كاع يعني غير ما تزعفوش مني لا طولت باش نردوا. الى فيديو اخر، السلام عليكم.